عزمي مجاهد، واللي طلع امبارح مع ابراهيم فايق وفجر الدنيا، تقدر تقول كده حلقه من العيار الثقيل، كشف حقائق، فضح البعض في 100 عقبه، كركب الدنيا على الاخر بالكام تصريح اللي طلع قالهم، وكان بيبكي حرفيا مع ابراهيم فايق. اول حاجه اتكلم على جروس، واللي قال لك ان الراجل ده اتظلم، الراجل ده من الاخر كده اتعامل معامله سيئه جدا. الراجل يعني تقدر تقول كره التدريب بسبب نادي الزمالك. الراجل وهو ماشي قال لي خد الحذاء بتاعي احتفظ بيه كتذكار لاني مش هدرب كره قدم تاني. الراجل ده طلب لعيبه ما جاتلوش. الراجل من الاخر كده مشي، ما اخدش مستحقاته من نادي الزمالك، وهيروح يرفع عليهم قضيه في الفيفا. يعني اتكلم كتير وقال وذكر حاجات كتيره، قال لك ان الصفقات اللي كان بيطلبها ما حدش بيجيبها له ولا بيلبيها له. قال لك ان في سمسار في نادي الزمالك، السمسار ده هو اللي بيجيب اللعيبه. وطبعا السمسار ده هيودي اداره نادي الزمالك، هيودي نادي الزمالك بخبر كامل. واحد هيطلع دلوقتي يقول لي طب انت ليه بتتكلم على نادي الزمالك وبقى انت اهلاوي اصلا، انت دخلك في الموضوع؟ اقول له لا دخلني، لانك انت بتطلع تقول لي مؤامره كونيه وحوارات كتير واحنا مظلومين واحنا ما فيش فلوس. هقول لك يا احب اخوك بدايه كده، لو المدير الفني بتاعك مشي بطريقه شيك، فمبدئيا مش هيروح يرفع عليك قضيه في الفيفا، وكده مش هيكون عليك ايقاف قيد وتضطر تدفع فلوس وتقول ما معيش. يعني نفس قضيه مشلاك اللي راح رفع عليك في الفيفا، وباتشيكو اللي رفع عليك قضيه في الفيفا، كل دول بسبب سوء معامله المدير الفني او اللاعب عندك.